بيجي يدوس فرامل يلاقي خبط، يبقى ماشي في الطريق في العدل يلاقي العربيه بتحدف منه ناحيه اليمين. عيب بقى من العيوب الرخمه. وبعد ما راح ولف على كلباله وكعبول، المره دي بقى ما سالش محرك، راح يظبط زوايا بعد ما حد نصحه ان هو يظبط زوايا عشان الحادثه بتاع الزوايا. قال له ان المقاسات بتاعه العربيه اتظبطت، طلع يجرب لا العربيه برده بتحدف يمين. مركز الخدمه قال له ان الخبطه اللي بتحصل مع دوسه الفرامل دي من الكاليبر. فحص له العربيه بعد ما غير الكاليبر وما راحتش العطل، راح قال له دي جلبه مقص. قبل ما يغير جلبه المقص مش تراجع على العفشه بالكامل؟ لا ما راجعش، طلع بالعربيه بعد اسبوع بالظبط الخبطه رجعت تاني، والحادثه كده كده موجوده زي ما هي. المره دي بقى ما سالش محرك، راح لحد متواضع راجل محترم فحص العربيه وقال له الجلبه مقطوعه بتاعه المقص، بس خلينا نعرف ايه المشكله بالظبط عشان خاطر الجلبه شكلها جديده. راح قال له يبقى لازم نحط العربيه على الزوايا عشان نشوف مقاساتها. كشف على العربيه عند بتاع الزوايا وراجع عليها بعد ما فحص العفشه بالكامل ودور في كل حاجه ممكن تتسبب في قطع الجلبه. لقى ان المقص فيه لوحه حوالي 2 مللي ومضغوط ومش راكب عدل، فطبيعي لازم يقطع جلبه، فكده هنغير مقص. قبل بقى ما يغير المقص راجع على العفشه كلها وراجع على القنطره وشاف مقاسات العربيه تاني على الزوايا قبل وبعد. هو ده الفحص الدقيق. ودي كانت حكايه حد بعتها لنا من الفولورز. انا بقى عملت ايه؟ بعت له عربيه تاني. طبعا كالعاده قررت ان انا اضمه للناس اللي احنا بنرشحهم عشان ندعمه. انت لو عايز مراكز خدمه او قطع غيار رقم 1 انت عارف هتعمل ايه، هتسال محرك. سلام.